تدحرجت كرتان ثلجيتان من إحدى قمم الجبال الشاهقة. بينما هما تتدحرجان كانت تلتصق بهما الحصى والأحجار التي تصادفهما أثناء الطريق. فكانت الكرة الثلجية الأولى تستاء وتنزعج من ذلك، فتتوقف بين الحين والآخر لكي تزيل ما علق عليها من أحجار وحصى، في حين كانت الكرة الثانية تواصل المسير نحو هدفها غير مبالية ولا آبهة بتلك الأحجار. وعندما وصلت الكرتان إلى سفح الجبل ضاعت الكرة الأولى. لماذا ضاعت؟ بسبب انشغالها بالأشياء الصغيرة بين ممرات الجبل وظلت الطريق. أما الثانية فقد ثابرت في المسير حتى أصبحت ذا حجم هائل. فكونوا الكرة الثانية ولا تأبهوا للآخرين.